السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام جنى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. رسالة الحبيب هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. يلا مع بعض حبايبي نبدأ الرسالة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا نشوف طاقة الحبيب النهاردة عايز يقولك ايه. يا ترى شعوره بالنسبة لك ايه؟ الشخص ده بيقولك انا عندي عزة نفس كبيرة قوي، بالرغم من اني مشتاق لك جدا، بالرغم من اني نفسي قوي اني التقي بيك، لكن انا عندي عزة نفس. وانتوا كمان يا حبايبي عندكم عزة نفس كبيرة، بس اللي انا شايفاه في الطاقة انكم يعني شايفة انكم مختفيين من قدامه، او بصوا انتوا مش ظاهرين، مش حاسين انكم حابين تكونوا موجودين. بتوروا له عزة نفسكم باختفائكم، يعني انتوا بتختفوا بانكم بتحاولوا تثبتوا له انكم انتوا بالنسبة لكم الشخص ده مش مهم، يعني بتثبتوا له انكم مش حابينه او مش حابين وجوده، بانكم بتبعدوا عنه، او كأنكم بتقولوا له احنا نقدر نكمل من غيرك. يعني اختفائكم ده هو برضو يعتبر عزة نفس. انتوا الاتنين فيكم صفات من بعض كبيرة قوي وكتير قوي، فيكم صفات من بعض، واكتر صفة ما بينكم انتوا الاتنين هي العند. انتوا الاتنين عناديين، انتوا الاتنين بتحاولوا تثبتوا لبعض مين فيكم اللي عنده عزة نفسه وكرامة اكتر من الشخص التاني. فهو احساسه نفسه قوي، بالرغم من ان الشخص ده نفسه يشوفك قوي، يعني هيتجنن ويشوفك، أمنية حياته، بس مبين لك اللي هو لا انا مش عايزك، مش مهتم بيك، او هو زعلان منك في حاجة كبيرة قوي وحس انك انت مش مهتم بيه. الشخص ده تحسه تركيبة غريبة، يعني تركيبته هي متوافقة معاك، انت بتحبه، انت بتحب كده او انت بتحبي كده، بس تركيبته غريبة، يعني ما يرضاش يشرح لك او يصرح عن الشيء اللي مزعله. يعني مثلا هو زعلان منك دلوقتي في الفترة دي، يخليك انت قاعد دلوقتي محتار وعمال تفكر وتقول يا ترى هو بيعمل كده ليه، يا ترى هو عشان زعلته في الموقف الفلاني، ولا الموقف الفلاني، ولا عشان عملت كذا، ولا عشان عملت كذا. يفضل سايبك. وحتى لو عرفت السبب، يعني حتى لو في منكم اللي عرف السبب، الشخص ده بيتجاهل تماما وبيبين لك انه خلاص انت مالكش فرص عندي، بيديلك احساس ان انت مالكش اي فرصة عندي، والاحساس ده انت بتحس انه بيقلل منك قوي، برغم من انك انت حد حنين جدا وبتدي في العلاقة. والشخص ده خلي بالك برضه هو حد حنين، اتغاظ وولع وقد نار لما لقاك انت اتغيرت، ولقاك بقيت في مود جميل، لقاك غيرت ستايلك، ستايل لبسك، لقاك ابتديت تهتم بنفسك. وعلى فكرة انتوا كنتوا بتعملوا كده، يعني في منكم اللي عمل كده عشان فعلا يستفزه، وفي منكم اللي عمل كده عشان هو حس انه حابب يتحرر من العلاقة وحابب انه يبعد. الشخص ده تعالوا نشوف هو عايز يقولك ايه. بيقولك انت ظلمتني وجرحتني، وانا شايف نفسي ان انا ضحية، انا شايف نفسي ان انا الضحية في العلاقة. انت بتقعد تقول على نفسك ان انت الضحية وان انت الطيب، بس صدقني انا شايف نفسي ان انا الضحية. هو بيقول كده، بيقولك انا حاسس انك انت جرحتني، وانا عارف ان انت زعلان، وعارف ان انت حاولت تبرر عن موقفك، وعارف بس، وعارف ان انت بكيت يعني هو حاسس ومستنتج ده، لكني مش قادر اخطو الخطوة ان انا اجيلك فيها.
يعني هو بيقولك انا مش قادر اخد الخطوة اللي انا اعرف اجيلك فيها. انت مستسلم للامر الواقع، يعني سايبه وساكت، مش قادر تتكلم معاه، يعني حتى ان انت عايز تعبر عن شعورك اتجاهه خلاص سكت. قلت لا انا مش هتكلم، انا هستنى هو يرجع لي. فهو لما لقاك انت سكت ابتدى هو يلف ويدور حوالين نفسه تاني، وابتدى حابب انه هو يجيبك تاني او يحاول يلفت انتباهك بشيء. وهو فعلا حاول يلفت انتباهك بشيء معين، بس انت كنت خلاص اخدت عنه فكرة انه هو شخص سيء، وخفت منه قوي، واتضايقت منه، وبقيت تقول انا مش حابب ادخل. يعني انتوا بالرغم من انكم بتحبوه بس خايفين منه، خايفين يعمل معاكم نفس اللي عمله، او انتوا شايفين نفسكم الضحية وحاسين بتقولوا احنا مش حابين ان احنا نعيد نفس الموقف تاني، لان احنا عملنا معاه حاجات كتيرة قوي كانت حلوة، وكنا في موقف معاه كله براءة وكله طهر، وللأسف هو ما قدرش ده. يعني انت شايف ان الشخص ده ما قدرش الشيء ده. بتقعد تدور في رسايلك وتدور في حاجات هو كان باعتها لك، او بتقعد تقلب في الماضي، في ذكريات الماضي في دماغك، وبتقعد تفتكر الاشياء دي، والاشياء دي بتميل انت ليها قوي، وبتحب قوي ان انت تقعد تفكر في الحاجات دي. وخلي بالك هو كمان بيقعد يفكر فيك كتير. يا اما انت يا اما هو، حد منكم انتوا الاتنين نصحوا الام او حد كبير، مش شرط يعني الام، ممكن صديقة نصحتكم، ممكن اخت كبيرة، بس حد قال لكم ابعدوا عن الشخص ده، او حد اقدر اقول احتوى الشخص ده، وخلاه وجودك بالنسبة له ما بقاش يفرق معاه قوي، او مش ما بقاش يفرق معاه، بس يعني خلاه هدى من ناحيتك شوية. يعني النار اللي كانت مشتعلة في قلبه من ناحيتك، والغيرة وانه هو كان عايز يرجع لك، هدي شوية، ابتدى يبقى عنده ثبات انفعالي حبة. هو شايفك دلوقتي، انت شايفك بالصورة اللي شافك بيها اول مرة، شايفك عندك عزة نفس، شايفك عندك كبر، بيرجع تاني يشوفك بنفس المنظر اللي كان شايفك بيه، وبرضه بيرسم عليك نفس الرسم اللي كان بيعمله في اول مرة، وهو انه هو الشخص الهادي الراسي، اللي هو انت مش هتعرف توقعني، ده انا اللي هوقعك بس بتكتيك معين. بس في حد يا وراك يا وراه، حد يعني من طاقتك يا من طاقته، وقع او بيحاول ان هو يعني ايه يفطمه كده، يقعد يقول له خلي بالك ما تعملش كذا، خلي بالك اعمل كذا. ففي حد بي بيقول له اعمل ايه وما تعملش ايه. الشخص ده انت عايز منه العدل بس في العلاقة، هو ده اللي انت بتدور عليه. طيب في الفترة الحالية هو حاليا اخد موقف الانتظار، يعني هو لسه ما عندوش اي طاقة للرجوع في الفترة الحالية، لكنه شايف نفسه انه بالنسبة لك الشخص اللي انت ما تعرفش تستغنى عنه. وعلى فكرة انتوا فعلا بتحبوه جدا، ويمكن هو اكتر حاجة بيحبها فيكم ان انتوا ناس هادية ورقيقة وبتعرفوا تحتووا. تمام، دي كانت طاقة الحبيب النهاردة. انتظروا مني بكرة بإذن الله تعالى رسالة جديدة من طاقة الحبيب. كانت معكم أم جنى، شكرا لكم حبايبي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وتعليقكم الجميل والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.